اسمي آدم، شاب عادي جدا، حياتي هادية وروتينية تبس يوم ما شفتها. كل حاجة اتشقلبت باينتة. اسمها كان سيرينا. تتمشي مجرد بنت، دي أسطورة تالتة تفي نظر العالم. هي سلاح بيولوجي بشري. تانا بتمتلك قوة خارقة محدش يقدر يفسرها. تلاتم من عينها ممكن تحرق أي حد حرفيا في ثواني. تانا بتحرق الأشياء من مسافة بعقلها. طوله غضبت ممكن توقف قلبك من غير ما تلمسك. بايت ده أول لقاء. كنت قاعد في كافيه وسط التلج في موسكو، وهي دخلت تنكل المكان. سكتة تلة عيونها كانت مسلطة عليا، كأنها قفلت على روحي. قعدت قدامي وقالت: تن مش عايزة حاجة من الدنيا غيرك من تلصها. عضحكت. افتكرت إنها بتهزر باينتين. تبس فجأة بنتي في الكافيه قالت لي: إيه يا وسيم؟ بعد ثواني البنت وقعت والموبايل اتحرق في إيدها. باين هميح. بداية الجنون ده من أول لحظة. كانت بتراقبني 24 ساعة. بتحبني؟ لا. آدي بتموت فيا تلا. المرة تلي مرة دي لو بعدت عني 10 دقايق ممكن الكوكب ينفجر بانتلا تلام. وأنا كنت واقع فيها برضو، بس مرعوب. ده كانت تقدر تطير بيا فوق الغيوم وتقولي: طنطا شايف مفيش حد فوقنا ولا تحتنا. طنطا نطبعت لي ورد، بس كل وردة فيها نقطة دم من قلبها. طما كأنها بتقولي: أنا بحبك لدرجة مؤلمة لتري لين ياه. أي بنت تقرب موتت. في مرة واحدة صاحبتي من زمان بعتت لي صوت واتس بتسأل عني. بعد دقيقة البنت دخلت مستشفى. كل أجهزة جسمها كانت بتفصل بانترايل. كلمتني سيرينا وقالت: أنا ما بسمحش لحد يشاركني حتى في تفصيلة من تفصيلك. اشترك في القناة علشان تشوف الجزء الثاني.